السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين ديالي العزاز، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما وعدتكم ديك المرة في الفيديو اللي حطيت لكم قبل، يعني في استقبال ديال أشرف حكيمي، قلت لكم غادي نحط لكم الفيديو إن شاء الله من الأول باش تشوفوا الأجواء كيفاش كانت. المهم أنا يعني الدار ديالي كطل على الملعب اللي يعني كان غادي يدشن أشرف حكيمي. هذا هو الملعب ديالو، يعني من اللور ديالو، فكانوا الناس كلهم يعني كيجيو تما، كانوا بزاف ديال الناس وكانوا مخدمين يعني الموسيقى ديال المونديال وداك الشيء يعني هكا ديال المغرب، وكان الصوت مرتفع وكلشي يعني كان تما كلشي كيجي تما بأنه غادي يجي تما وغادي يدشن الملعب اللي تسمى بالاسم ديالو ملعب أشرف حكيمي. المهم بقينا كنتسناو تقريبا حتى لديك الوحدة، كنتسنى أنا راجلي باش يجي باش نمشيو. يعني أنا كيصحاب ليا بلي راه يعني غيجي نيشان الملعب، ولكن راجلي هو اللي قال لي بلي راه غادي يجي المركز الاستثمار الفلاحي هو الأول غادي يستقبلوه تما، عاد غادي يمشي يدشن، يعني عاد غيمشي للملعب. فعاد مشينا لمركز الاستثمار الفلاحي اللي يعني استضفوا فيه وتغداو فيه، وكان حتى تما يعني الناس ما كانوش عارفين بزاف أنه غادي يكون تما، فالأغلبية مشاو للملعب. يعني ما كانوش بزاف ديال الناس، يعني كانوا تقريبا مئات اللي كانوا يعني يعني مقارنة مع الملعب، فكانوا تقريبا الآلاف ديال الناس اللي كاينين في الملعب، يعني تقريبا من 10 الصباح وأنا كنشوف يعني في التيران كله كيعمر. وبالنسبة لهاد المركز هذا فجا في الدخلة ديال القصر الكبير من الجهة ديال العريش، يعني ملي كتكون جاي من العريش فكتلقى هذاك المركز الاستثمار الفلاحي. والصراحة هادوك من أحسن البلايص اللي كاينين في القصر الكبير. أنا شخصيًا كنت كنتمنى ندخل ليه حيت فيه واحد شنقول لكم واحد الخضورة فيه ومهلّين فيه مزيان، يعني من ناحية حيت هو مركز يعني الاستثمار الفلاحي، ففيه داك الشي كلّه زوين، النباتات اللي فيه كلّهم قادين، فيه واحد الجرادات يعني اللي واعرين. يعني نصور لكم الداخل ديالو، وحتى في الفيديو اللي حطيت قبل راه حطيت لكم الداخل ديالو كيفاش داير، وحتى الاستقبال كيفاش كان، والماكلة اللي وجدوا بزاف د الحوايج. وبغيت نعطي واحد التوضيح الصراحة، يعني أنا كنت من الحاضرين، وبغيت نوضّح هذيك القضية ديال أنه حطّوا البصارة لأشرف حكيمي. فبصح راه يعني كانت بصارة، ولكن راه ما كانتش غير بصرة بوحدها، يعني راه كان موراها يعني حولي مشوي، كان موراها بسطيلة يعني كبيرة كيف ما وريتكم، كانت واحد الصالاد يعني ملكية تبارك الله. يعني داك الشي كان بصراحة كان واعر، وكان داك الشي كلّه زوين. يعني الناس مشات في هاديك الجهات ديال لا حطّوا ليه بصارة، بصارة مالو، بصارة بالنسبة لبصارة فالناس يعني الأم ديالو هي اللي طلبات هاد الطبق هذا، وهو من أكتر الأطباق يعني اللي هو عزيزين عليه. راكم عارفين حيت بزاف اللعابة يعني المغاربة اللي عندهم الأمهات ديالهم يعني مغربيات، ف كلهم تيذكروا البصارة، يعني منهم زياش، منهم بزاف د اللعابة اللي يعني ما عندهم من بين الأطباق اللي كيعرفوا المغربية هي بصارة، حيت يعني كيوجدوها بزاف. وحنا هنايا يعني في القصر الكبير، فبالنسبة لنا بصراحة شي حاجة اللي يعني أنا براسي يعني ما كنتش كناكلها بزاف، يعني ملي كنت قبل يعني عايشة لا في كازا لا في دكالة، ولكن ملي جينا هنايا فولات عزيزة عليا بزاف وكنبغي ناكلها بزاف. هنايا معروفين بها خاصة يعني الشمال كله، وماشي أي بصارة، راه بصارة اللي كتكون مقوّمة، كتكون زوينة بزاف، وشي حاجة اللي تاريخية، وهي أنه الأم ديالو هي اللي أصرّت أنها تكون بصارة في البدية. وبالعكس يعني كلاها بزاف، يعني هي كانت من الحوايج اللي كلا هو أكتر من أي حاجة واحدة أخرى، حيت شي حاجة اللي ما كياكلهاش في كاع البلايص. المهم هذا غير توضيح للناس اللي بقاو كيضحكوا على هاد القضية هادي. وغادي نجيب بكم واحد الدويرة كما كتشوفوا، كاين بزاف ديال الطوموبيلات، كاين بزاف ديال الشخصيات، يعني كاين بزاف ديال اللعابة، كاين بزاف كانوا ممثلين، كانوا مؤثرين كيف ما قلت لكم قبل. المهم هادشي كامل غادي تشوفوه في الفيديو. كانوا بزاف د الحوايج، يعني كان صراحة كان تنظيم زوين. واخا الناس راكم عارفين في أي احتفالية، أي يكون غير فنان، يكون غير يوتيوبر، يكون غير أي حاجة، فالناس يعني كتبغي توصل لهداك الممثل أولا توصل لهداك اللعاب بأي طريقة.
وهذه شي حاجة اللي هي طبيعية. مشيت أنا ووليداتي، المهم ولادي خليتهم في الأول مع باهم باش نقدر نصور مزيان وما يعني ما يأثّروش عليَّ وأنا كنصوّر. حاولت أنه خاصةً أنه كان زحام، فحاولت أنني يعني ناخد يعني بلايص اللي يكونوا خاويين باش نقدر نصوّر فيهم. في الأول كنا غير على برا، يعني ما بغاوش يحلّوا لنا الباب كاع. هذه هي الفرقة الجبلية اللي استقبلات أشرف حكيمي في الدخلة، يعني هذه ديال الغيطة الجبلية، واحد الفرقة اللي واعرة بزاف. وخسارة أنني ما جيتش في الوقيتة ديالهم حيت زوينة بزاف، أنا فايت ليا سمعتها. وواحد الموسيقى جبلية يا سلام. وهذا هو المركز الاستثمار الفلاحي بالقصر الكبير. الصراحة كانت الأمنية ديالي أنني ندخل ليه، حيت فيه بزاف ديال الحوايج زوينين. كنت دائما كنقول لراجلي أنني نتمنى شي نهار ندخل ليه، حيت فيه كيبان أنه زوين بزاف، كيبان أنه متول، وكيبان أنه يعني منظم. ويعني ملي كتكون مثلًا جاية شي شخصية يعني الوالي أولا العامل أولا أي واحد كان حتى الوزير، ديك الساعة ملي كان أخنوش وزير فكان جا هنايا هاد المركز هذا. يعني كيصادفوا فيه يعني غير الناس اللي كيجيو هكا شخصيات وفيه شي حوايج اللي زوينين بزاف. وحتى الداخل ديالو كيف ما شفتوا في الفيديو اللي قبل يعني زوين بزاف. وبقينا واقفين تقريبا يعني كتار من ساعتين وحنا واقفين على برا. الناس حتى هي يعني واقفة. أنا الحاجة اللي ما كتعجبنيش هي أنه مثلًا الsecurity كتجي عنده شي وحدة أولا هكا يعني ماش غاديش نقولها هكا بالعبارة ديال أنهم يعني حتى كيدوروا معاه باش يدخلوا، وكيدخلهم وكيخلي شي لاخر برا. حتى لواحد الوقيتة صافي واحد الواحد دفع الباب ودخلنا كاملين. كلشي دخل ديك الساعة دخلنا يعني لداخل الباب القدامي فين كتكون الصحافة، وفين كانوا بزاف ديال يعني الجرائد وهكا يعني الصحافة متنوعة، يعني لا الإلكترونية لا ديال التلفازة لا ديال الجرائد، المهم كلهم كانوا بزاف ديال الصحافة. وهذا الشيء اللي كاين. المهم غادي نخليكم تشوفوا كاع اش غنقول لكم كاع الأحداث اللي دازت زوينة هنايا. الصراحة شي حاجة اللي أنا ما موالفاش نعيشها وعشتها في هاد الفيديو هذا. دازو بزاف د الحوايج زوينين كيضحكوا. أي حاجة كانت في هاد الفيديو هذا فالصراحة كانت زوينة بزاف. فكنتمنى إن شاء الله الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. خليو ليا تعليق، تشتركوا في القناة اللي مازال ما مشتركش، فعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وتحية كبيرة لكاع الناس اللي كانوا معايا في هذا الحفل هذا. وشكرا لكم بزاف على الدعم والتفاعل ديالكم مع كاع الفيديوهات اللي كنحط. وخليتكم على خير. خليكم حتى الأخير، كاين بزاف د الحوايج زوينين في هذا الفيديو هذا. وإلى اللقاء إلى فيديو آخر بحول الله.